أجواء عائلية جميلة محبة مسالمة، الجمهور رائع، الحملة رائعة. أنا بشتغل في العمل الخدمي من زمان جدا، من أيام المدرسة، بس النهاردة كان يوم كده حالة خاصة. الضيوف اللي موجودين، البلاد المشاركة، سويسرا، فرنسا، إيطاليا، الناس، الفيديوهات. أنا أول مرة أقدم حفلة وأترجم على الهوا وحاجات كده، فكانت حاجة لذيذة جدا ومختلفة. الكورالات، الفرق اللي موجودة، مفيش حاجة. المخرج العظيم أنور الكموني الكابتن، هو صاحب الحملة العظيمة دي. كل حاجة كانت حلوة، الحمد لله الحمد لله. بصراحة مفيش غلطة. الفنانة العظيمة صفاء أبو السعود، تشرفت ان انا وقفت معاها على المسرح يعني، وهي من اوائل الناس اللي قالت لي يا ريت تبقي معانا في الحملة، وانا سعيدة ان انا معاها في الحملة. طبعا انت قلت كلمه على الستيج لفتت نظري، انا قلت استاذ صفاء ابو السعود يعني كانت معاكي في بداياتك وفي المشوار. طبعا فكنت كلميها في بداياتكم مع بعض، كانت ذكرياتكم هي كانت الإعلامية ولا زالت وستظل الحالة الخاصة ومتفردة. وكانت القنوات وقتها هي كانت بتدعم الأغاني بتاعتي وبالتواجد بتاعي، وما حصليش أبدا الشرف اللقاء غير النهاردة. لكن طول الوقت كنا بنتعامل بس ما عمرناش تقابلنا، فده أول لقاء يعني. حتى لما اتكلمنا في التليفون، مش كده، اما اتقابلنا حضننا بعض جدا. ده السنين كلها. كنت عايز ارجع بحضرتك. طبعا انت قدمتي فيلم ايس كريم في جليم مع عمرو دياب، الفيلم ده كسر الدنيا، وحضرتك كنت عامله دور رجال، بس في كده تصريح سمعت وفي يوم مر يوم حلو. طبعا. وفي الهجامة طبعا. بس في سؤال في الفيلم ده بالذات، ان انت تقريبا كنت عايزه تعملي دور جيهان فاضل. لا، هو وقتها جيهان ما كانتش لسه، انا جالي السيناريو وانا من النوع اللي لو تاخد بالك ان المسيره بتاعتي في التمثيل تحديدا، انا ما باخدش ادوار فيها اي حاجه شريره. صح. يعني هتلاقيني ست صباح، هتلاقيني اماني قطع عائلي، هتلاقيني في زيزينيا، هتلاقيني في حلم الجنوبي، عائله شمس، مسلسل ابيض في اسود اللي الموسيقار العظيم هاني شنوده كان بالصدفه البحته هو اول من عمل لي تتر في حياتي، وكنت انا بطله المسلسل مع الاستاذ صلاح ذو الفقار، وغنينا هنا في لوماركي من اسبوعين في حفله الموسيقار هاني شنوده منهم التتر. فليه بقول لك كده؟ ان كل ادواري التمثيليه، حتى الهجامه البنت الفايتر دي، فاغلب ادواري كلها ايجابيه. فاما قريت السيناريو كنت عايزه اخد الدور التاني، ما كانش لسه تسكن فيه ممثلات. فالفنان خالد بشاره قال لي لا انتي البطله، فالبطله لازم تاخد المساحه دي يعني. تمام. برضه حضرتك قدمت برضه اغاني وديوهات مع حماد الشاعري، كسرت الدنيا. انا عملت فيديو واحد اللي هو بتكلم جد. سمعت برضه ان هو الاول كان ماكس. لا، هو ملحن، بس هو خجول، هو شخصيه خجوله. وقتها كمان ما كان موافق انه يغني، يعني الاستاذ طارق الكاشف اقترح انه يغني، بس بعد كده هو يعني ايه، اما قلنا نصور ما كانش حاجه سهله ان حد يصور، فده كانت البدايه. وبعد كده توالت بقى الفيديوهات والحاجات، وهو بقى لسه متقابلين في حفله انا وهو وهشام عباس في التجمع برضو، غنينا بتكلم جد، والناس قالوا احنا ما حسيناش ان الزمن عدى خالص، هو محافظ على رونقه وشكله، وانا بحاول برضه. وفي الوقت نفسه تقابلنا برضه في عزل المرحوم على عبد الخالق، كلنا بقى يعني مش حد واحد فينا. طب حضرتك برضه ما شاء الله طبعا انا ماسكه البالونه بتاعت جنات الخلود، وهم اللي غنوا معايا في مش نظره وابتسامه على المسرح في الاحتفاليه، بنات وولاد صغننين، سكر والله. طبعا حضرتك ما شاء الله طبعا يعني بتغني، وقدمت سينما وقدمت دراما وقدمت مسرح. حضرتك كسيمون مياله لايه اكتر؟ الغنى حاله كده. هقول لك ليه. الغنى حاله فيها انطلاقه، والادوار اللي انت بتمثلها دي مش انت بتمثل دور، لكن الغنى يعني زي ما انت شفتني وانا بقدم يعني شخصيتي، بغني يعني ما يعني برتجل احيانا، بس دي شخصيتي، فاهم قصدي؟ حاجه عجباني، ماسكه البالونه. انما التمثيل انت حاجه كويسه طبعا، بس انت بتاخد دور مش انت. وطبعا الحمد لله ان انا من الناس ولا في الجيل القديم ولا في الجيل الجديد، نادرا ما هتلاقي حد بيعمل مسرح سينما تلفزيون ويبقى مغني. يعني حتى الفنانه شاديه العظيمه اللي طبعا ليا الشرف بيقارنوني بيها، بس هي ما عملتش مسلسلات،
وانا حتى عملت اخر مره مسلسل اذاعي مع الفنان مدحت صالح في رمضان ده. طبعا حضرتك ليكي قاعده جماهيريه كبيره. الله يخليك. العظيم بجد. الله بس يخليك. في بعض الجمهور من فتره كان بيقول ان يعني الفنانه سيمون بتغيب وبترجع، او ساعات بتغيب. ابدا، فأنت انا وقتك إيه؟ عندي حفله في ساقية الصاوي يوم 22، يلا مستنيين. هاجي. هتيجي؟ يلا. فحضرتك برضه يعني فيلم يوم طبعا يعني علامه. عمالين بيقولوا لك يلا الله. عشان لازم اطلع على المسرح كمان. ماشي، يوم حلو ده طبعا. كل الافلام حلوه جدا، وانا سعيده جدا ان انا موجوده معاكم، واوعدكم ان انا عمري ما هضايقكم في اي حاجه بعملها. وحتى لما بطلع على المسرح ببقى طول الوقت هنا في الاحتفاليه ببقى انت مبسوط انت متضايق، يعني ما بحبش حد يبقى متضايق ابدا. شكرا جدا لحضرتك. انا اللي